دوب شهدت لي ديدنين لك يجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. باب القلائد والسخاب للنساء. باب كان دوكا في سخاب الألادات سلغاب نوريس دوكو مابر يعني قلادة من چلے طيبا في وسك سكي راتات سكين كنيز طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب طيب بكما تقول طيب بروتي ولله غنيتي ولقراني سكي جنين. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسقابها. باب استعارة القلائد. قال مرة فجون نجراي يا كسر كفاية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبدة حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت حلقت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبي عائشة استعارت من أسماء. باب القرط للنساء. وقال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. باب السخاب للصبيان. دوكا جولة كانوا يرمون جروا. حدثني إسحاق بن إبراهيم الهنزلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا ورقة بن عمر عن عبيد الله بن أبي زياد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال أين لقاء ثلاثا أدعو الحسن بن علي فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه استخاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا فقال الحسن بيدي هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة فما كان أحدنا أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن كريمة بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه أمر خندر جلخيا. أخبرنا شعبة باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن يحيى عن كريمة بن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المقنسين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مغنس فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا طائفة فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع قن بطنها. ممرا کرتے ہیں انہوں گرا اسی کرتے گمنا نکو بیس گمنا سدیت ایچوا. فهي تقبل بهن وقولوا وتدبر بثمان يعني أطراف هذه الأقن الأربع. طرف کرتے ہیں ممرا خانا خافرنی تیچو گمنا نے صبرتا گمنا نفرتا. لأنها محيطة بالجنبين. إنها چلمين مرسطورا. حتى لهكت. أنكر قبضتي. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف. وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. ثمانية جي تاني سنقول جيتشو ثمانية أطراف جي. باب قص الشارب. ولم يقل بثمانية جنة وواحد الأطراف تكون أطرافا أرف جامع وهو طرفين كن ذكرى مذكر قولي يلغادو لأنه
مصنفين لم يكن 8 أطراف من جنة جيتشو باب قص الشارب وكان ابن عمر يحفي شاريه حتى ينظر إلى باب كان بياض أفكر الجلد برا قباب سو علمي عمر برا كل سينا قوادو أنقا قامني أدين كمولة تت ويأخذ هذين يعني بين أما الشارب لمن كان واللية. نمور جنبين الشارب واللية خنلال أريد أبي أفكر جدو خجر وناس حدثنا المكي بن ابراهيم عن هنزلة عن نافع قال صابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة كس الشارب. حدثنا علي حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا سيد بن مسيب عن ابي هريرة رواية الفطرة 5 أو 5 من الفطرة الختان والاستعداد ونتف الإبت وتكليم الأظفار وقص الشارب. باب تكليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أنزلة النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة القلانة وتكليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5 الختان والاستعداد وقص الشارب وتكليم الأظفار ونتف الآبات. حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زرين حدثنا عمر بن محمد بن زيد النافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحية وأحف الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. باب إعفاء الله. دبرا عفوا كثروا لكن يجو الدمي فتو يجوا وكثرت أموالهم أو كثرة أمواله للعفوين أما ثري ثانية الدمات أريد كسر تطيفتو يجو حدثني محمد أخبرنا عبدة أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إناق الشوارب وعفو اللحية. أفكر بالرادة أريد لك فرد جنا باب ما يذكر في الشيب. إن كفون إسيادو خيسا هونغاقي أجيش مانانا. حدثنا معلم بن أسد حدثنا وابن أيوب محمد بن سيرين قال سألت أنسا خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يغضب لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. أريد ساخي سكرتي أري يتلقى وصوم فدي لفالتو نيل لقى واجي جواتي كو جلالا. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني علي الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدم من ماء وقبض اسرائيل 3 أصابع من قصة في شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء باس اليها مغضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. دوفا طلعت إلا رجي في الجلجلين والكاخي سكرتي بكس لا رفين ستولي كمان رفين سد ديما تكون الكجي خالمي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمة. ظرف يشبه الجرسة بالبلا بكات وانس لا تيفتشو بدنا تشخي سخال سلاليتين رفين سد ديما تكون يجي مات أنقنا كبيت كسيت وانا رافع كسم مرقاسون سنة خراسات ملي وان كبتشو كبومت فأخرجت إلينا شهرا من شهر النبي صلى الله عليه وسلم مخدوبا وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب عن أم سلمة أردته شهر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا. الموهب كان نقر سيف تجرب سنبي لا أحمرا ديما خال لم يتويا. باب الخضاب. حدثنا حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يسبحون فخالفهم. باب الجاد. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالكثير وليس بالابيض الامهق وليس آدم وليس بالجاد القطة ولا بالسبت بعثه الله ولا رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس برأسه وليته 20 شعرة بيداء. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق سمعت البراء يقول ما رأيت أدنى سنة في حلة أمراء من النبي صلى الله عليه وسلم قال
بعد أصحاب مالك إن جمته لا تضرب قريبا من منكبه. قال أبو إسحاق سمعت يحدث غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. قال شعبة شعره يبلغ شهمة أذنيه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كاسني ما أن ترى من دم الرجال له لمة كاسني ما أن ترى من اللمم قد رجلها. تقاف اللي جيتوا فهي تقتل معا بشان دي مفتيان سين متكئا على رجلين أو على أواتك رجلين يطوف في البيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جاد كتة أور الأين اليمنى كأن عينبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبت ولا الجاد بين أذنيه وعاتقه. حدثنا مسلم حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جاد ولا سبتا. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن عازب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين. بل فرد دارته يجوا حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هاني حدثنا شسن القدمين المانوما بن مالك عليزات فرد يجوا أو الرجل أن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين. مات لمامي وافيك مابر وقال هشام أما مريم قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شسن القدمين والكفين. حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس عن جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لما بعده شبها له. حدثنا محمد بن سنة قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال فقال إنه مكتوم بين يديه كافر. وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جاد على جمل أحمر مخطوم بخلبة. هذا كنت تمرار ردا ومن جيتو كان ينظر إليه إذ انهدر في الوادي يلبي. باب التلبيد. متى تجيب سجوا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه قال من دفر فليهلك. أكن جيجان المؤمر عمري من دفر نمشي فوه متاسا آخر رهادو جيجان ولا تشبهوا بالتلبيد تجيب ستين فكاتنا دا فكيسنا جيجان. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. رسول الله تجيب سنر كده. حدثني هبان بن موسى أحمد بن محمد قال أخبرني عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن لم تكن نعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد ولا هؤلاء الكلمات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرتي ولم تهلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هديي فلا أهل حتى أنهار. باب الفرق. متى الدباس وايا. حدثنا عمرو بن يونس حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يستدلون شعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناسيته ثم فرق بعده. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينظر إلى أبي ستي في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مورم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزوائب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الفضل بن أنبسة أخبرنا وشيب أخبرنا أبو بشر حدثنا قتيبة حدثنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت حارث خالتي وقال رسول الله عند في ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال
فأخذ بزوائب توتو دي بزوائدتي. قبيتي أكاسي كرا مرقان نقرأ قلتي حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر بهذا باتي أمر ورمى ممكن قرأ وقال آنس بزوائبتي آية وبراسي آية باب القزيم. متى جل جرچو حدثني محمد بن قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره النافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزاء. قال عبيد الله قلت وما القزاء فاشار لنا عبيد الله قال اذا هلك الصبي وتركها هنا اشارت وها هنا فاشار لنا عبيد الله الى ناسيته وجانبي راسي. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا. قال الصبي قال عبيد الله سبي وجمال وامبران دغني جا وآوذته توتو غمنا في كانت متى ولا قدي سكرت عندس أزيل جامت عبيد الله ملجي ورا تندي بأماسي. فقال أما القصة والقفا للغلام أمو توتو في خليون مشابه يقرن فلا بأس بهما ما قبضو جي ولكن الكذب كثير أمو أن يترك بناسيته سمورت دي سوريا شعره وليس في راسه خير. خبرو سمونا سيغا أسمر دي سلالة كرم مراتا آية وكذلك شق راسي هذا وهذا أكس مماز مقام متاتيس أسيبي كمانان مرقابي بتانيس أملال ولكن الكذب كزين أن يترك لك سورة سمو سارت رفنس وليس في راسي غير رحمة خيس ونبر ونجره. وكذلك أما أسيبي أسبتي دي سني سمو تاتي دي سلالة كيت يتوتو تنبيتشا قولوا نمان قبضو لما آية. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن مالك حدثنا توتو بقفك تسبيتشا ومان قبضو أسبتي دي سني أشتي دي سورة ترور كدا آية. باب التطيب المرأة وزوجها بيدها. أركسيد انتبه قلوب يا حدثني أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يا بن سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن نبينا عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنا قبل أن يفيض. وصوته بالعبادان قلني يا باب الطيب في الرأس واللية. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا يا ابن آدم حدثنا إسرائيل ونبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن نبينا عائشة قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي بما يجد حتى أجد وبئس الطيب في رأسي وليتي. باب الامتشاط. متى بلجوا حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا اطلع من جهر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرة فقال لو علمت أنك تنظر لطعننت بها في عينك. إجتهاد سيدنا جيني جندوا إنما جعل الإذن من قبل أكاي جيتو أنا مسلمان قريب برميرا. باب ترجيل الحائض زوجها. متى جارسي في الوايا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن شهاب عن النبي عائشة مثله. أي ميمتي شام مقول على جلسة رواتي آتين المشابه. باب الترجيل متى بلجمس آية. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أشعث بن سليمان عن أبي مسروق عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجب التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى حدثنا وهب حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إرامي بأطيب ما أجد. باب من لم يرد طيبا. نموان القوان بسنا. حدثنا أبو نعيم حدثنا أزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني سمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الزريرة. زريرة نتبة نوع من الطيب جين كناس. حدثنا عثمان بن الحيثم أو محمد بن نوحان بن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبراني عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بزريرة في حجة الوداع للحل والإرام. باب المتفلجات للحسن. نما إلكو سا إلكي سا كارو جيتشو إلكي كارو بريدنا بربادا.
حدثنا عثمان حدثنا جرير بن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المخيرات خلق الله تعالى ما لي لا العن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله ما اتاكم الرسول فخذوه فانتهوا باب وصل الشعر. ابن سليم متنسو. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول انما علقت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وقال ابن ابي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن زيد بن سلمة عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والمستوشمة والواشمة والمستوشمة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناك يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مريضت فتمعت شعرها فأراد أن يسلوها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة تابعه ابن إسحاق. أنا أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة حدثني أحمد بن مقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنقذت ابنتي ثم أصابها شقها فتمرق رأسها وزوجها يستهسني بها فأفاصل رأسها. فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم فصب معنا لعنت امرأتي فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقال نافع الوشم في اللسة وشمين تلقو خيسة يرقو كسيت قرتي قراتشم سن. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سيد المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة رفين سلوفيا فخطبنا فأخرج قبة من شعر ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهودي. النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر. باب المتنمسات باب الزمي المتنمسات قرأ إسي نيارا قرطماس الرفسو. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير بن منصور عن إبراهيم عن القمة قال لعن عبد الله الواشمة والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا قال ما لي قرأ ما بارون كن جتين وما لي لا الآن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله قالت والله لقد قرأت ما بين والله على من جدونين كره فما وجدته وانا تجت خنا وانا غري جتين قال والله لئن قرأت يوها قرأت تاتي بتدبر إنجيل قال الله لك قرأت تاتي لغا غرتي جين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باب الموصولة ما تفهمت يجو. حدثني محمد حدثنا عبدة بن عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت منذر تقول سمعت أسماء قال سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفاصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة. حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا الآن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. باب الواشمة. حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حق ونهى عن الوشم. حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس
حديث منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله فقال سمعت من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. ميمتي سفيان جلغايا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أون بن أبي جويفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب واكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. شوف الله